أرضية الملعب لاعبي النهضة البركانية وشباب قسنطينة من الجزائر. مشاهد البداية المتوقعة لفريق النهضة البركانية في مباراة هذه الأمسية. كل التوفيق للنهضة البركانية ولمعين الشعباني ولهذه المجموعة، رغبة لتخطي هذا الدور ولتطلع للتتويج بلقب القاري، لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. جانب من الجمهور قبل أسابيع من النهاية يتطلع لتقديم الأفضل. شوف منير المحمدي، منير الثقة، منير الإرادة، ومعتز إبراهيم الحكم الليبي حكم النهاية. ومشهد البداية سادة، كل التوفيق للنهضة البركانية. البداية من لمين كاميرا من السنغال للأمام للنهضة البركانية. البداية أجمل بداية، أمكانية لهدف. البداية أجمل بداية ولا يا لا من بداية. ماري والهدف الأول. شوف العمل الكبير، خطأ في الإبعاد، بصم في التحضير، مليوي نحو ماري، لم يرفض الهدية، قال له لا صعيب أن يرفض مثل هذه الهدايا لما تجيني في البداية، ويا لا من أجمل بداية في هذه المباراة بين فريقي النهضة البركانية والشباب الرياضي قسنطينة. ماري الهدف الأول. كرة من الطرف الأيمن، نقل الكرة للأمام والتدخل من دفاع حاجز لتأمين العبور للدور المقبل. كرة للأمام والتسديد، والقائم يمتنع. القائم بعد العارضة تمتنع عن قبول الهدف لفريق النهضة البركانية. محاولة إبعاد الكرة، هنا الإعادة أسامة المليوي. أفضل الطرق لممكن تصل لمين كاميرا نحو منعوت للامام. بصين يحاول التخلص من الرقابه الدفاعيه القسنطينه من الطرف الايمن. منعوت للامام. بصين يلا يا بصين، كيف حالك يا منعوت؟ لكن الكره تضيع نحو اسامه المليوي. باوش رقم 8 نقل الكره لتمين، وهذا ما حدث لمين كاميرا. ممكن تسويقه مستقبلا بمبالغ تعود بالكثير من النفع على فريق النهضة البركانية. لمساتك يا المليوي نحو الماري، لكن ممتاز. يلا كرة عرضية، منتهى الهدوء في منطقة الجزاء. جول بركاني، جول ثاني لبركان للرس بي. أهل بركان اليوم ما كاين لا تسلل ولا شيء. بسيط وكان سددها بالقدم، قدم القوة عنده، القدم اليمنى. بسين بالراس، قال لهم صعيبة عليك يا ابو حلفاية. والنتيجة يا سادة 2-0 للنهضة البركانية. 2-0. للخطورة للأمام والتغطية من الحارس الكبير منير المحمدي. الأدوار المهمة في هذه المباراة يوسف اليوم يؤكد أنه عنصر مهم ومهم جدا في تشكيل النهضة البركانية. يوسف الماري لاعب صبي يشهد على كثير من المباريات التاريخية لفريق النهضة البركانية. كرة للأمام، نادي رياضي قسنطينة يتراجع بأكبر عدد من اللاعبين لتأمين المنطقة الدفاعية. كرة من الطرف الأيمن، لكن لديك الانطلاقه من اسامه كان متسللا، كان شريدا اسامه المليوي في الكره الماضيه لفريق النهضه البركانيه. نعم شباب الوزداد السابق لفريق نادي رياضي القسنطيني. نقل الخطوره والتدخل، الديب والتدخل من الاسود. ضربة زاوية، يلا ياسين في منطقة الجزاء. كان بالإمكان وأن يكون الثالث، كان فصلت ما بينه وبين الثالث. أخطأ وجهة المرمى، تاه وسط. حسابات خير الدين ماضوي يلعب كل اللاعبين المتاحين لدى المدرب في مباراة هذه الليلة. كرة من الطرف الايسر للنهضة البركانية في القائمة الثاني.
لكن راس المليوي تموت نحو لمين يلا شويه ايقاع في خط الوسط. الايقاع قل. ناضل البركاني ما لازمش انه يقنع بتقدمه في النتيجه 2-0، لازم انه يبحث عن اهداف اخرى تخليه يتعامل بمنتهى الهدوء مع مباراه العوده هناك في قسنطينه. كره لفريق النهضه البركاني. يلا ياسين المحيري من الطرف الايمن، جالك الدعم يا خيري، عندك الدعم يا خيري. اوه يا سلام، سلم النهضه البركاني هذه الليله، تصنع مباراة للتاريخ بهذا. يا سلام، شوف اللمسة، يا سلام، شوف الدعم، يا سلام من لاعبي النهضة البركانية. والمليوي قلب الأسد، مقاتل لا يرحم، هداف كبير في مباراة هذه الليلة، هداف كبير واقف كيف جبل، لا يهاب، لا يتراجع امام المرمى. المليوي يسجل ثالث الاهداف هذه الليله. يحق لك وان ترقص على جثة اليأس، على جثة التخوف. كرة من جديد لفريق النهضة البركانية من الطرف الايسر، تلعب، لازالت الخطورة للنهضة البركانية. نتمنى ذلك ولو اننا نسبق الاحداث، لكن مع هذا الجيل من النهضه البركانيه يحق لنا وان نسبق شويه الاحداث. اسامه المليوي، يلا الكنترول يا المليوي، والتصدي كان بامكانه ان يوقع الهدف الرابع في مباراه هذه الامسيه. هذا هو اسامه اللي تحدثت عنه، هذا اسامه بجوده عاليه يسدد الكره. ساعة من اللعب بالتمام والكمال، كرة في القائمة الثاني.